السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش تعاودوا الصحيحه العمل ان شاء الله بحول الله. نلقاكم بخير وعلى خير ونسمعوا غير ولو مره واحده شي حاجه في حياتنا باقي زينه. ما بقينا بنات تسمعوا حتى شي حاجه اللي هي تتفرحنا، ما بقيناش تنسمعوها، ما نكذبش عليكم. والله يجعل هذوك البنيات اللي مشاو مساكن ضحيه ديال الهماج، ديال حاشا ولله تيكون اسلام هذا، حاشا ولله تيكون اسلام هذا راه ماشي اسلام البنات. هذا الاسلام ديالنا ما تيحدش على هكا، على هاد الصوره البشعه اللي حطوا لينا هادو حطوها في هكا في المغرب وفي الدين الاسلام بصفه عامه. حشومه بزاف بزاف بزاف. ما نكذبش عليكم، انا مأطره بزاف لواحد الدرجه ما تصوره. والله الا مرضت في دماغي ومرضت في ذاتي، ما نكذبش عليكم. البنات اللي بغيت نقول لكم هو اش غنقول لكم، الله يرزق والديهم الصبر، لانهم ساكن بحال وحده فيهم قالت لك جات دوز عيد الميلاد في المغرب وخصوصا مراكش، دوزاتو مسكينه دوزاتو. والله يسترنا، الله يسترنا، الله يسترنا، الله يسترنا يا ربي يا مولانا الكريم. راه البنات راه ما بقيتش، انا ما نكذبش عليكم، بغيت نخوي قلبي، ما نكذبش عليكم. تعصبت لواحد الدرجه ما تصوروهاش. ما بقيناش نسمعوا شي حاجه اللي هي زوينه، ما نكذبش عليكم. المهم البنيات وليدات هذه وقيت الامتحانات، الله يوفقكم. حفظوا وليداتي مزيان وقراوا بنياتي مزيان، الله يوفقكم ويوفق وليداتنا كاملين يا ربي يا مولانا الكريم. اليوم ان شاء الله بحول الله جبت لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف 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 للدراري او الدريات الصغار اللي يلا تاي كبروا قد. المهم لان هاد الوصفه هذه اللي غادي ديروا اللي هي صحيه وما عندها بالعكس حتى شي ضرر، ما عندها حتى اثار جانبيه. بالنسبه ممكن نستعملوها انا اصلا انا تنستعملها، ما نكذبش عليكم البنات، لان بزاف فيها فوائد زوينه بزاف البنات. فيها زعما ما نكذبش عليكم اللي لقيت عليها حتى انا يا راحتي ورحت بنتي دابا بنتي في المدرسه ما كنا وريتكم شعرها تبارك الله، ما نكذبش عليكم الا ولا زوين بزاف. عندكم فيها هي جوج مواد موجودين في المنزل وما طيحش عليكم على البال. وفيها لقيتها وصفه زوينه بزاف 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 البنات اللي هي وصفه يعني كاس تاع الرز. بغيت نوريكم الكاس المقدار ديالو اللي قلت لكم. هذا الكاس هذا تعمروه بالرز، الرز الابيض كاين الابيض العادي ديالنا، تعمروا الكاس تاع الرز. هنا كديروه في قرعه اما تاع دجاج اولا تاع الميكا وتعمروها بفيترو تاع الماء وتدخلوها الثلاجه مده اسبوع سيمانه. المهم سيمانه كتحركوها كل نهار البنات، تتحركوها كل نهار تتحركوها توصل مده سيمانه. ومن بعد هذاك الماء ديالها تصفوا تخليو فيه نيت الرز. وقت ما بغيتو زعما وقت ما قالت لكم خذوا بحال الدراري اللي كيفزقوا شعورهم وتيقادوا شويه يشقوا زعما يشققوا به راسهم. البنات كذلك هو مثال، راه مزيانه للكبار للصغار. ما عندكم الروز البنات، الروز نعاود نقولها لكم، الروز مدة سيمانة تتحركوها. قلت لكم من بعد تتحركوا القرعة كل نهار كتدخلوها الثلاجة تعاودوا ثاني تجبدوها للغد ليه ثاني تحركوها وتدخلوها الثلاجة. ولا وقت ما حليتو الثلاجة حركوا منها هازين داكشي اللي بغيتو منها تديروا واحد التحريكة خفيفة وتحطوها في الثلاجة مدة سيمانة البنات. وكتخرجوا هذيك الميها كتشقوا بها ريسكم وغادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مرضيه بزاف 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 البنات وصحيه وفعاله ومجربه. ثقوا بيا البنات ثقوا بيا البنات اللي هي فعلا ما نوصف لكم التنعيه. ما غاديش نقول لكم شحال زوينه هذيك الوصفه تاع الرز والماء، هي الرز والماء البنات زوينه بزاف. نعاود نقولها لكم اللي مازال
ما اللي مازال ما، حيت كاين اللي ما كيتبعش الفيديو تاع الاخر. كاسة الروز، كاسة الروز البنات على هذا القياس ديال العنبه او صغر. المهم الرز الابيض، انا كنقول لكم الرز الابيض تدخل الرز ديالنا العادي، كديروه في درو تاع الماء، كتحركوه، كتسدوا عليه، تدخلوه للثلاجه كل نهار. وقت ما بغيتو تحلوا الثلاجه بغيتوها كتحركوه شويه وتترموا مده سيمانه البنات. ومن بعد شققوا به راسكم وتبقاو على غادي على هذه العمليه حتى تلقاو النتيجه اللي ترضيكم ان شاء الله بحول الله. شعر طويل وكثيف وزوين ومغذي البنات. اللحم ديال اللحم، ونقول لكم المده ديال اللي تستعملوه شقوا به راسكم ونساوه، خليوه يبات. غد لي غسلوا شعركم، درتوه في الصباح حتى العشيه غسلوا شعركم. المهم استعملوه 2 مرات في السيمانه، و2 مرات في السيمانه البنات. والمده اللي ترشق لكم عليها منا زعما تتغديوه، ومنا كتحميوه، ومنا شعر طويل. واللي ما عندوش الخلفه يخلف، تتخلف ليه زعما الخلفه. وان شاء الله بحول الله البنات نلقاكم الفيديو ديالي. بالنسبه لنا انا علاش عطيتكم هذه الوصفه للدراري، قلت خصوصا للدراري البنيات او الدراري الصغار، لان ما هانتوما البنات ما كاينه لا حتى شي ما فيها لا زيوت، مع انها زيوت زوينه بزاف للشعر. المهم هذه الوصفه راه صحيه وطبيعيه وما عندها حتى اثار جانبيه. انا البنات كنجيب لكم الوصفه اللي ما تضركم وما دير لكم حتى شي حاجه. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير وتعجبكم الوصفه ديالي اللي هي صحيه وزوينه وفعاله. انا ما كنجيب لكم البنات شي وصفات تلقاوها مضمونه وزعما زوينه بزاف. واحد السيده اللي عطات لي هذه الوصفه اللي قالت لي راه زوينه حنان، وانا بغيت زعما انا كنقولها للناس، ولكن بحال انت اللي كديري اليوتيوب قوليها للناس باش يستافدوا منها بزاف، لانها فعلا زوينه بزاف وقليل اللي كيعرفها. وهي راه الشينوا هي هذيك السيده قالت لي الشينوا بزاف هما اللي كيديروها. وانتم شفتوا شعر الشينوا تبارك الله كيرطب وحريري وزوين. والبنات وفعلا كترطب زوين هذيك الوصفه، لان فعلا درتها انايا البارح وغسلت لقيت واحد حنا انا شعري ناشف ليا شويه. المهم لقيت عليها استحسان زوين. وتنتمنى انني نلقاكم بخير وعلى خير البنات، وتبارك الله عليكم والله يعاونكم والله يسر اموركم. وما تنساونيش البنات باللايك، واللي عجبتو يدير لي الكومونتير واللايك، واللي زعما تابوناش تابونا عندي وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي البنات. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ودعموني وشجعوني يا البنات. الله يرضي عليكم الا هادشي في حالتي الا عجبتكم، وإلا ما عجبتكم ما نقول لكم الله يعاونكم بلا ما كثر عليكم الهضره. تبارك الله عليكم.